السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عملنا النهارده البتنجان المخلل بطريقه مختلفه، لا قلناه ولا سلقناه، عملناه بطريقه سهله وبسيطه ما خدش مننا وقت خالص. عايزين تعرفوا عملناه ازاي وطلع بالجمال ده ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هنعمل مع بعض احلى طبق بتنجان مخلل، هنعمله بطريقه مختلفه تماما. هتحطيه على سفرتك هتسيبي الاكل كله وهتاكلي منه هو بس. انا زي ما بقول لكم كده واثقه في كلامي. طيب مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ طبعا احنا عندنا بتنجان، ده اهم، ده الاساسي بتاعنا البتنجان. هتجيبي بتنجان اسمر ابيض اللي انت عايزاه، بس تكون البتنجانه كبيره كده وملحمه، بيبقى ليها طعم في التخليل. عندنا طماطم متقطعه، يعني الطماطميه متقطعه ايه نصين كده بس. تمام حبايبي. عندنا فلفل سبايسي على رومي على احمر، اللي انتوا عايزينه، كوكتيل فلفل. عندنا جزرايه مبشوره، خضره، بقدونس او كزبره او بقدونس على كزبره متقطعه. طيب هنعمل الطبق بقى الخطير ده ازاي؟ هقول لكم. طبعا زي ما انتوا شايفين البتنجانه بتاعتنا كبيره، فهنقسمها نصين. طب ما انتوا هتقولوا لي طب ما كنت جبتي بتنجانه صغيره وخلاص. لا، هتكون رفيعه، انا عايزاها زي ما بقول لكم كده ايه، ملحمه بالشكل ده. هنقسمها نصين وهنشقها كده من الجنب كاننا ايه، هنخلي البتنجان عادي خالص بالشكل ده كده. بصوا حبايبي كده، هنشقها كده ونفتحها شويه يعني. دلوقتي حبايبي خلصت البتنجان اهو، قسمت كل بتنجانه نصين وفتحتها من الجنب بالشكل ده كده. تمام اهو. نعمل بقى الدقه بتاعتنا الخطيره اللي هنحشي بيها البتنجان الجميل ده. هنجيب الكبه بتاعتنا، هننزل بقطعه ثوم، يعني قيمه ايه 10 فصوص ثوم، وهننزل بشويه فلفل اللي معانا. شكلي بقى زي ما انت عايزه. نكتر شويه بس كفايه. وهننزل بليمونه، حطي ليمونه كبيره كده. وهننزل بشويه خل، 3 معالق خل كده، 3 معالق زيت، هننزل بالملح، معلقه ملح كبيره، وهنضرب الحاجات الحلوه دي كلها وهرجع لكم كده حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال. احلى تتبيله بتنجان مخلل او احلى دقه بتنجان مخلل. الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه بقى؟ هنجيب الصينيه بتاعتنا كده، احنا لا هنقلي ولا هنسلق. هنجيب البتنجانه بتاعتنا وهنحشيها، هنحشيها كده بالدقه كانك بتخللي بتنجان عادي خالص، وهنرصص في الصينيه. بس تفتحي البتنجانه بايدك كده علشان ايه، تمليها من التتبيله دي كده، وحطي. بس بين كل بتنجانه والتانيه هنحط شريحه طماطم. موضوع كبير 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 يا جماعه، ما تستهونوش وتقولوا ايه ده بتنجان مخلل. لا 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 لا، ده حاجه كده ايه، تحفه. هناخد واحده واحده كده نحشيها كده حبايبي. خلصنا احلى بتنجان مخلل. الدقه اللي فاضت دي هنعمل فيها ايه؟ هناخد شويه من الجزر اللي احنا كنا بشرينه نصه كده، وهنقلبهم مع بعض
وهحطهم كده ايه فوق الوش. بس كده كده حبايبي خلصنا البتنجان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. المفروض ما نقولش بتنجان، نقول لوحة فنية. ده هيتحط على السفرة زي ما قلت لكم، هتسيبوا الاكل وهتاكلوا منه هو بس. هنسيبه نص ساعة في الفرن، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي عدى نص ساعة والبتنجان بتاعنا استوى، وهنشوف الجمال كله. هنشيل الفويل كده بسم الله. بصوا بقى الجمال، بصوا ما شاء الله، حاجة كده ايه فاخر من الاخر زي ما قلت لكم، شغل فنادق. طب نفضي فيه السرفيس بتاعنا بقى. بصوا الجمال، احلى طبق بتنجان مخلل عملناه النهارده مع بعض لاحلى متابعين. معلش بنعتذر، مش بتنجان مخلل، احلى لوحه فنيه عملناها مع بعض لاحلى متابعين. عملناها بطريقه سهله وبسيطه، ما خدش مننا وقت خالص، لا قلينا ولا سلقنا ولا شوينا. احنا يعني عملناه بطريقه مختلفه. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي، مش هياخد منكم وقت خالص. في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه لازم يشترك فيها عشان يوصل لكل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.